والله العظيم في ناس دلوقتي هتبدا وهتوصل، الناس هتبدا دلوقتي من شهر 2 وهتوصل. انك قاعد تشوف فيديوهات تحفيز الناس اللي بدات من شهر 3 وبدات من شهر 2 وطلعت الاول على الكوكب، ما بتستفادش حاجه، بتضيع وقتك. برضو الفيديوز اللي بتقولك معرفش اللي بدأ من شهر 2 وبدأ من شهر 3 وتلحق ومعرفش ايه وانت بطل وتقدر تطير من غير جناحات والكلام ده كله، بتضيع وقتك، والله العظيم بتضيع وقتك. بتجيب لك مثلا شويه موتيفيشن في وقتها، ولكن بعد شويه انت نسيت اصلا وقعدت تبكي على الاطلال تاني وان السنه ضاعت وانك مش هتلحق والكلام ده. اهلا بيكم ثانويه عامه 2025، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن جدول مذاكره نلم بيه كل التراكمات اللي علينا قبل شهر رمضان ان شاء الله. حتى لو ما بداتش المنهج ومتعرفش عنه اي حاجه، او حتى لو عاوز تراجع المنهج من الاول تاني قبل شهر رمضان وتكون ماشي مع الجديد ان شاء الله، هنتكلم عن كل حاجه وعاملين حسابنا في كل حاجه ان شاء الله. ولكن قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتعمل شير كتير جدا جدا للفيديو عشان زمايلك في ثانويه عامه يستفيدوا من الفيديو. وحابه اشكركم جدا جدا على وصولنا 10000 مشترك، بجد شكرا. في الفيديو اللي فات قلت لكم عاوزين نوصل 10000 مشترك والحمد لله احنا عدينا 10000 مشترك، فبجد عايز اشكركم جدا، كل القلوب ليكم. ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه نتكلم عنها دلوقتي وهي ان ممكن يجي في دماغك هل اللي عملوه في الست شهور اللي فاتوا انا هعرف اعمله في شهر، وهل لو عملته هعمله بنفس الكفاءه؟ طب هل لو انا ذاكرت الشهر ده ربنا هيساويني باللي ذاكره في الست شهور اللي فاتوا؟ طبعا تدخل وساوس الشيطان، لا مش هتلحق، وانك مش هتعرف، وانها خلاص السنه ضاعت وانت ما عملتش حاجه، مش هتعرف تجيب مجموع، اجل سنه والكلام ده كله. بس عاوزه اقول لك ان الكلام اللي بيجي في دماغك ده كله ما هو الا وساوس الشيطان، زي ما قلت لك هو اللي بيقولك الكلام ده. لان اوريدي معاك وقت، معاك لسه شهر 2 و3 و4 و5، يعني اوريدي معاك 4 شهور تعرف تغير مسير حياتك وتعرف تجيب مجموع. طب ان انا ربنا مش هيساويني واللي بدأ من 6 شهور اللي فاتوا وقاعد يذاكر وطلع عينه وانا لسه ببدأ وبتاع، ما تحطش الكلام ده. هل ربنا ثانوية عامة قال اللي يبدأ من شهر 8 ويخلص في شهر 6 الجاي او 7 وده بس اللي بيجيب مجموع؟ هو كل اللي انت مطالب بيه مطالب بالسعي، مطالب بالسعي وانك تذاكر الحاجات اللي عليك وبس. انما تيجي تقول اصل اللي بدأ ما فيش وقت محدد، ما فيش وقت محدد للسعي. انت طالما لسه الامتحان مش بكره او الامتحان دلوقتي وانت بتمتحن يبقى لسه معاك وقت وتعرف تذاكر وتعرف تجيب مجموع. بلاش بقى الحج الفارغه، اصل انا مش هعرف، اصل السنه ضاعت، اصل انا هاجل، اصل 4 شهور مش هعرف اعمل فيهم حاجه، اصل هيخلصوا الترم التاني ما اعرفش في نص شهر 3 وانا لسه ببدأ. ما فيش حاجه قدامك، انت لو ما بداتش، والله العظيم انت لو ما بداتش وما تعرفش اي حاجه في المنهج وقررت تبدا دلوقتي وتذاكر هتعرف تجيب مجموع. بس شيل كل الافكار اللي في دماغك وشيل ان انا مش هعرف اجيب وان انا هاجل وان خلاص ضاعت والسنه راحت. لا، لسه معاك وقت، لسه قدامك 4 شهور تعرف تبدا فيهم وتجيب مجموع. بس انت توكل على الله واسعى واعمل اللي عليك، اسعى واعمل اللي عليك من دلوقتي عشان ما ترجعش. اصلا انت لو سمعت كلام الشيطان ان انت مش هتعرف تجيب مجموع واللي بدأ وخلاص ما فيش قدامك اوبشن انك تأجل، وما ينفعش اصلا تفكر في التأجيل من دلوقتي. بس وليكن انت مش هتأجل واهلك مش هيوافقوا او ما فيش قدامك الاوبشن ده، فانت خلاص هتفضل واقف كده مكانك محلك سر، هتفضل واقف مكانك. خلاص بقى السنه ضاعت ان انت مش هتعرف تجيب مجموع، خلاص هفضل واقف كده. طب ما تذاكر. طب لو انت مثلا ما بتذاكرش دلوقتي وهتجيب 50%، مذاكرتك دي ممكن تجيب 70%، ممكن تجيب 80%. بدل ما تجيب 60 هتجيب 70، بدل ما تجيب 70 هتجيب 80. مذاكرتك دي هتعلي مجموعك اخر السنه. فاوعى تستسلم دلوقتي وتستسلم لشيطانك. ثانويه عامه ما هي الا ضغط وستريس وخوف ان انت مثلا هتجيب مجموع او مش هتجيب مجموع، طب ما اعرفش هبدا هلحق، الكلام ده كله. انا منهج ثانويه عامه والله العظيم شهرين تقدر تلم كل حاجه فيه، بس انت ابدا واستعين بربنا وان شاء الله تعرف تجيب مجموع اخر السنه. ويلا نشوف هنعمل ايه في الجدول بتاعنا. دلوقتي هنتكلم على الجدول بتاعنا وهو عبارة عن 13 ساعة مذاكرة، 7 ساعات نوم، 4 ساعات فور فري تعمل فيهم اللي انت عايزه. طبعا 13 ساعة مذاكرة في الوقت ده مش كتير، مش كتير خالص، سواء انت كنت مراكم عندك تراكمات كتير او ما بدأتش المنهج. في 13 ساعة كويسين جدا عشان في الشهر ده ان شاء الله نخلص كل التراكمات وكل حاجة علينا قبل رمضان. فانت دلوقتي 13 ساعة مذاكرة دول ان شاء الله، سواء بتنزل سنتر بقى في درس درسين في اليوم، الوقت ده هنحسبهم ال 13 ساعة مذاكرة ان شاء الله. لانكم بترجعوا تسألوني طب انا بنزل درس ساعتين، طب انا بنزل السنتر، طب مش عارفة اذاكر 13 ساعة. ما هو وقت السنتر ده من وقت المذاكرة، ما انت رايح تتلقى معلومات وعلم وقاعد تسمع المستر بيقول ايه وبتفهم الشرح زي الاونلاين بالظبط لما بتسمع الشرح الاول وبعدين بتذاكر. فوقت السنتر ده من وقت المذاكرة، من وقت ال 13 ساعة بتوع المذاكرة. عاوز اقول لك ال 13 ساعه انت مش هتقدر تاخدهم على جلسه واحده، هنحاول نقسمهم 3 جلسات. لو انت بتاخد اونلاين ما بتنزلش سنتر وما عندكش مثلا مواعيد متفرقه، هنقول مثلا اول حاجه ان شاء الله انت تصحى الساعه 5 الفجر، هتصلي الفجر وتفطر وتقرا الاذكار وتقرا ورد القران، كل ده ان شاء الله في نص ساعه، من الساعه 5 للساعه 5 ونص.
من الساعة 5:30 للساعة 10:30 دي أول جلسة مذاكرة، وهتبقى عبارة عن 5 ساعات مذاكرة. من الساعة 10:30 للساعة 11 احنا ناخد الفترة دي بريك بعد ال5 ساعات اللي ذاكرناهم. من الساعة 11 للساعة 3 دي تاني جلسة، وتبقى عبارة عن 4 ساعات. من الساعة 3 للساعة 3:30 هناخدهم بريك برضه، وبعد تاني فقرة مذاكرة. من الساعة 3:30 للساعة 7:30 دي هتبقى آخر فقرة مذاكرة معانا، آخر 4 ساعات في اليوم. وبعدها إن شاء الله من الساعة 7:30 لحد ما تيجي تنام عندك فور فري تعمل فيهم اللي انت عايزه. ولما نيجي نقسم الفترات دي هنقسمها مثلا 3 مواد في اليوم، مثلا عربي مع انجليش مع احياء. اصعب ماده في الثلاثه اللي انا قلتهم هتبقى الاحياء، عشان فيها افكار كتيره وربط ابواب وكده. فاحنا ناخدها الصبح في الفتره الصباحيه اول ما صحينا، يكون عقلنا نشيط كده ولسه صاحيين وقادرين نركز. فهناخد اصعب ماده معانا. وطبعا محدش يقول لك ابدا بالسهل احسن السهل اللي هتذاكر كتير تحس انك انجزت، لا، ابدا باصعب حاجه عشان عقلك لسه بادئ يستوعب المعلومات وبكامل تركيزك. طبعا الجدول اللي احنا هنلم بيه كل التراكمات دي ان شاء الله هنزله لكم في جروب التليجرام، مقسمه لكم كل المواد على مدار الشهر، بحيث انك تخلص كل التراكمات اللي عليك ان شاء الله في شهر 2 قبل رمضان. عاوز اقول لك حاجه، الجدول ده انت مش هتاخده كوبي بيست تنفذه في حياتك، علشان انا ما اعرفش انت تاخد سنتر ولا اونلاين، ولا مواعيد دروسك ايه، ولا عندك شامل فلاني الجمعه الجايه. الكلام ده كله انا ما اعرفوش. انا هعمل لك جدول انت لو مشيت عليه ونفذته ان شاء الله هتلم كل التراكمات اللي عليك. ولكن انت ممكن تستوحي فكره من الجدول اللي انا عاملاه ده وتعمله لنفسك، او تحاول مثلا تبدل ايام ببعض. عندك مثلا هبدا من اول فصل احياء، انت عندك مثلا على الفصل الثالث احياء شامل، فانت حط الفصل الثالث احياء شامل ده في الاول، وحط الفصل الاول ده مثلا مكان الفصل الثاني، وهكذا. هشرح لكم برضو على التليجرام تعملوه ازاي بالتفصيل. ولكن حاول تمشي الجدول حسب طريقتك انت وحسب دروسك انت. متاخدش مثلا الجدول من اي حد قدامك يقول لك خد الجدول ده هتلم بيه التراكمات، فانت تفضل كوبي بيست بقى انا هعمل كل الكلام ده وخلاص الجدول ده اللي هيناسب حياتي. ما تاخدش اي حاجه من اي حد، حاول تعمل جدول لنفسك، حاول تلتزم وتفكر وتخطط لنفسك، انت المسؤول عن حياتك. انا قلت لك دلوقتي جدول تجريبي انت تعمل ايه، ولكن صدقني لو قلت لك جدول وفلان قال لك جدول ومليون واحد قال لك جدول، طول ما انت مش ناوي تتغير او ناوي تلتزم او تقف مع نفسك وقفه جد كده انك لازم تتغير وخلاص السنه بتضيع منك، ولا ليه اي لازمه. ما انت تسمع الجدول مني وتسمع الجدول من فلان، خلاص ما انت بتسمع جدول وخلاص مش بتلتزم مش بتعمل بيها. ولو التزمت يوم مش بتلتزم التاني، فايدتها ايه؟ فايدتها انك قاعد تشوف فيديوهات تحفيظ الناس اللي بدأت من شهر 3 وبدأت من شهر 2 وطلعت الاول على الكوكب. ما بتستفادش حاجه، بتضيع وقتك. برضو الفيديوز اللي بتقولك معرفش اللي بدأ من شهر 2 وبدأ من شهر 3 وتلحق ومعرفش ايه وانت بطل وتقدر تطير من غير جناحات والكلام ده كله، بتضيع وقتك والله العظيم بتضيع وقتك. بتجيب لك مثلا شويه موتيفيشن في وقتها، ولكن بعد شويه انت نسيت اصلا وقعدت تبكي على الاطلال تاني وان السنه ضاعت وانك مش هتلحق والكلام ده. ركز على نفسك وركز على مستقبلك، كل لحظه وكل ثانيه بتعدي انت تقدر تستفاد منها وتقدر تغير حياتك بيها. ما تستهونش بيها وما تستهونش بالساعه اللي بتعدي ولا باليوم اللي بيعدي. ما تقولش هبدا من بكره، اصلا طول ما انت بتقول هبدا من بكره والله العظيم بكره ده ما هيجي. انت ابدا دلوقتي، ابدا مثلا دلوقتي الساعه 5 ل 5 و54 دقيقه، ابدا من الساعه 5 ل 54 دقيقه. ابدا من اللي انت واقف اصلا، مش هستنى تيجي بالظبط. لو استنى تيجي بالظبط ممكن تعدي 5 دقايق او حاجه لما تروح تشرب ولا حاجه، فخلاص الساعه عدت. فاللي هو لا، انا هبدا بقى ونص. والله مش هتبدأ، هتفضل واقف مكانك. ركز على حياتك وركز انك تتغير وركز انك تلتزم. حياتك بتضيع منك، هي كلها 4 شهور وخلاص المولد هيتفض. فانت لو مركزتش في ال4 شهور دول وخدتهم بجد انت ضعت، انت لوحدك اللي ضعت. ترجع تندم، هترجع تشوف صحابك رايحين الكليه بتاعتهم ورايحين كليه احلامهم ومبسوطين وذاكروا. والله العظيم في ناس دلوقتي هتبدا وهتوصل، الناس هتبدا دلوقتي من شهر 2 وهتوصل، وانت في ايدك دلوقتي تبدا وتوصل زيهم. ولكن انت ممكن تتكاسل والشيطان يضحك عليك وانك مش هتوصل واللي بدأ والكلام اللي بيجي في دماغكوا ده والبنات والبكاء على الاطلال ويلا نعيط. كل الكلام ده ملوش لازمه، كل الكلام ده تضييع وقت وكلام حرفيا الشيطان بيحاول يقنعك بيه علشان تفضل واقف مكانك. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان مش عايزك ناجح، الشيطان دايما هيجيلك لا مش هتقدر، لا مش هتوصل، لا مش هتعمل. اللي بدأ واللي عمل، مع اني اصلا ربنا مش محدد لنا وقت لاي حاجه في حياتنا. اقول لك دلوقتي ابسط مثال، احنا عندنا في الكليه هل كل اللي بيجيب امتياز في الماده بيذاكر من اول الترم؟ في واحد ممكن يذاكر قبل الامتحان باسبوع ويدخل يجيب امتياز في الماده. هل بقى بس ربنا مش هيساويني باللي بيذاكر من اول الترم؟ لا طبعا، مش كده، مش حساباتنا. مفيش حاجه اسمها اصلا اللي بدأ من الاول واللي بدأ من الاخر. انت مطالب بالسعي ومطالب انك تخلص الحاجه دي، خلصتها في يوم في اسبوع في شهر في 6 شهور، انت مطالب تخلصها. طالما خلصتها ادخل قد فيها وان شاء الله ربنا يكرمك. انا بقى مش بالوقت، ركز على حياتك وركز على مستقبلك، انت الوحيد اللي بتضيع وانت اللي في ايدك تنقذ نفسك.
بس كده دلوقتي اعتقد ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا نشوفكم الفيديو الجاي.